حصان البحر ذكر فرس النهر ممكن أغرب أب تحت المية ويمكن في العالم في تصرفاته، لأننا دايما بنبقى معتقدين إن الأنثى هي الأم وهي اللي بتاخد بالها من نسلها وأطفالها وبتدي اهتمام أكتر من الأب أو الذكر. ولكن الجنس ده من الكائنات البحرية عكس توقعاتك والصورة اللي في دماغك تماما، لأن الذكر بالنسبة لحصان البحر هو اللي بيولد أو بيخلف الطفل. خلال موسم التكاثر بيتجه للأنثى من أجل عملية التناسل، والذكر بيفتح جيب عنده كده والأنثى هي اللي بترمي بيضها جواه. وبعد كده الذكر بيحمل الأطفال في نفس الجيب من 9 ل 45 يوم. ومؤخرا العلماء اكتشفوا حاجة مبهرة جدا، الذكر بيمد الأطفال في بطنه بالكالسيوم والدهون والأكسجين، ودور الذكر كأب ما بيخلصش هنا. بعد ما بيولد بيشيلهم في نفس البوكت لفترة من الزمن كنوع من أنواع الاهتمام بأطفاله. من النادر إنك تكون سمعت عن السمكة ذو الرأس الذهبية. السمكة دي بتعيش على عمق 40 متر